حمدي سورة حمد قول باتتنا متني سعيد ويسع إبراهيم نويز إبراهيم زارك في جواب يا أبو والله إبراهيم أخلاقي عالي العال ومرتب حشوة والله تقصير معك سر زاروك يا اخويا سر جنا اخويا يعني اشتري بيجم حتى اخلاقي وي بابالي وي لا 1991 صار لي وجينا من قرية السطيح إلى القامشلي مشان المعيشة وقعدنا بالقامشلي وولادي كلياتهم كمان اجوا وعاشوا معي وتعبوا علي وما قصروا اخلاق وعمل يعني كثير محترم. وابراهيم هو من الصغر كان بالمدرسه يشتغل كمان بعد ما المدرسه بيروح على علبه الغنم كمان بيشتغل. يعني ما شفته وقف المسكين ما شفته يحب الشغل بشكل باخلاص. لا والله من بدايه الثوره تعرفنا على الحركه والحمد لله ونرفع راسنا بهالثورة كمان. ايه والله هالثورة كمان والله خلتنا نعيش بالصراحة عن طريق رفقاته وراح قاتل بسركانية أول بداية الأحداث وما وقف ما خلى مكان كمان وما قاتل فيها. راس يكي نتوك عربي بس تشيل وزن أزناف كردات خديبه جيشا سوري دمشقية هاد تبلي هاد فيدا دما يجاليك جواني شورجر ناسكر دي تراستيك هي حقيقتك هي نافي بارتي دي حضروا يازدا يخكي دركت دما شو يخكي شو طابورك شو تبلي طابورك بو طاخم كوميتان جاناي تميل حملاب حردات مالي قلت شمت مالي ناميني شمت خونا ريحيني قلت نا اجواها بالي خونا تشيتر قدما قندر باه بالي مكار دكن قالك اجي كار بكم قاسي وان ددر باز بكم اف جيانك ايرو اسكارنكم غير مكارنك اكي ولاد في ولاتي بباريزي بيقوتني تقوتني ما كان يجي كان روح قلبه بس على طول بالدوام ما كان يجي على البيت. هلا الى يوم استشهد هي صار لي 5 اشهر ما شفته لانه هو يحب على طول مع حماية الشعب على طول يريد حاله بالدوام ما يجي على البيت. نقول له نحكي معه بالهاتف ما نحكي كمان يا ابني هي انت عندك اولاد عندك مرة كذا يقول ما اجي يقول انا ما طول رفقاتي بالجبهات وكذا وهي والله ما اجي. بيشتي يخكي شو يبكي ما دامك يبكي ده دوازي يبكي دركت شو يبكي طفل جانا يبكي بو جابون دي سال ويدا ما دامك ده حزر بازا قصد دركت طفل جانا قصد يبو. بالبداية يعني أول ما شفت الشهيد هفال أحمد شفته محمد ياب كان فوج قوميتان تبعنا كان يبكي على خط الحدود اجى صاد دوزنمته عدنا بالفوج محمد ياب وانا بالبدايه يعني بال 2017 شفته يعني زلمه كان اخلاقي لمستوى يعني ما شغلت على ناس وناس ما في عنده. هاي طلعنا على الميلبيه ذوي قوات خاصه تابعه للدفاع الذاتي ظلينا 70 يوم تحت التدريب وشفنا كل شيء. يعني هو فوج قوميتان كان قوميسيون واقف علينا يعني كان يعطينا كل شيء نظامي يعني عدا القوميسيونية كلهم كان بالفعل فوج قوميتان. يعني اجينا على احمد ياب عضو دوزنمته على القصدة كمان فوج قوميتان تابع القصدة بروردا يبكي السلام عليكم صباح الخير علي حسكي بروردا كلية حربي واكاديميا شهيد خبط تديركي دركي تشيبو دسبيكاوي والاكاديميا شهيد بروسك ودي دوراتشو قوات خاصة شاي عبد العزيز اخر بروردايب. يعني ما ناوي يتحسبان بريم ونمي يتحسبان بري اخويا ام هفال بون بهفره يعني براسي ام جبهه بهفره بون نقطيت بهفره بون يعني لو جا دقو هفال دقو چنا ببرا بهفره بن ويدقو نا
بلا عم بهفرة بن هفال جبو شهادتي بلا عم بهفرة شهيد كفن إيه مس كيف خوش مقام مبريخو بهفرة شهيد بكفن أفشتغل يايبو يعني براسي القلعلو عم بهفرمان السريكانية دسبيكا صناعة الشدادي عم بهفرمان تلبرك عم بهفرمان الهولي بهفرمان يعني الجبهة هفالا يعني حري جرون يعني تكتيني منطقة لا منبج لا طبقة لا الرقة لا دير الزور لا حسكة لا شدادة دير الزور كمان ساعات سيب شافو از اذا دم باران دمم نوبة تاخذها شغلي 4 ساعتها 6 ساعات بو نوبة تامه 4 ساعات دم باران دمم ازو افالي باران بو مرا او ازو ينام بطاني بخد اكر او بطاني وسلاحي ما بو ناف مجبورا درمان انيه يعني هفالي خويا يعني قد خص خطري يعني قد خص خطر هذا يعني ويش ريكا خلا نايمه انا اسير بقرن شهيد بخن سري اما نغم مايبو وجبو يعني اختيم درفجي بهفالي زيدا حجيت كريني ويعني جبو كاري تبليبوني اختيم ام تبليبون جي واختيم دي بريمه يعني بشار حب نافا فلا دبون ودهاتن يعني جلي عسكر الوابو مدقو كاجي هرم رابو از بدريا بري خدس شومي يعني ام تبلي حملا رقابون جي ام تشون بهفالا يعني ام بهفالي جن رابو كنت بحملة الطبقة وشفتو كان كشنو مستلم جبهة حملة الطبقة يعني ما لي خلطة معاه ولا شيء يعني بالبداية أول ما وصلنا على الحملة يعني قال شباب هي ناموسنا وهي يعني احنا عشنا فيها واحنا شيء يعني إذا ما أنا والثاني وأنت ندافع عنه مين يدافع عنه يعني كان يعني مدافع لأبعد الحدود يعني ما يقبل إنه ننسحب ما يقبل إنه شيء يعني كان في جبهة وفي قتال وأي شيء معنوياتنا كانت مليون يعني كان يعطي معنويات للهندام معه يعني على موجب 200 شيء 15 نقطة كان جوا ايده يعني على موجب يوميا يبات بنقطة ينام بنقطة يعني يعطيهم معنويات مليون. جبهات القتال احنا العرب لازم وقفة اخوة مع الكراد وقفة اخوة وما يتركوا يعني هن ما تركونا احنا ما لازم ما نتركهم وهلا بدل ابراهيم النايف أنا بدي أحط 4 أولادي كلهم الشهادة كمان لحماية الشعب. أنا هذا إبراهيم أصلا ابن حماية الشعب هو مو ابني مو يعني مو إنه ابني هو. أنا هذول كلياتهم خلفتهم الشهادة وكلهم حماية الشعب. إذا أكون عربي آشوري مسيحي إيش من كان أعراضنا راحوا بس هن حمونا هذول وإيش من حماية الشعب. قال لي أنا زلمة بدي أطلع كفي كان قاعد بالبيت يومي تو كان إجازة قال هاي ما صار يومين نازل إجازة بدي أطلع على الجبهة يلزمك شيء توصل شيء قلت له والله سلامتك أول أحمد يديتم دمات شيء عبد العزيز يديتم قلت هم شغله 15 روز 20 روز از ورا متم مالي وجا أفشر بلشي بردوام لما أفشر بردوام بو يشبروردي ويريكرن حملي ده 1019 مهادها نهي مهي شهيد كت لالية الحلفي بيدا شهيد كت طيارة اللي خست دما أولي بقوري هفالي بحث كرند قو دما أولي بريندار بو بان دكر بيشتي بريندار بو لسه الطيارة اللي خست يعني دي دربال ما خست طيارة برشي يعني بو برشي نما أخو يعني تكر أنا براستي رجاء قذيفة هاتن قامش له جبو قوم سر شري سري كان يجيب خفينا سر فالي خويا ويدك يعني شو تفريبو ضميري ما قبول نكر مستحمل بكنا المال يرنشتيبو يعني قذيفة هاتن من اللي دركتنا ما دركتنا ازو علي مان ويوسف مان تلفونا قوم تاني شغالين ما قو كامل بأحمد قرب شغالين قول أحمد قرشو سري كانيه أحمد قرشو سري كانيه بشتي 8 رجاء امبير بيشتغلن واحمد قر برا سري وصاحبه جيا جبهة خطا شهادتي و بالعكس سلامة بي بلندا وبلا سري وجه ما قو سلامة بي بلندا
كيف عمهاتية بريما إيرو شهيد كتير نجبو جبومه شخصيات عم التانية نجبو شخصيات أخو تاني بيجم مفال عادل أزيرو بيجم جبو إنه ملتيخو قليخو شهيد كتير أردالي بالفرسوسية جدو في قلي غاري أو شهيدا وفي وسط البيت وجبوب بيد علينا وإخوة